ب5 جنيه هتساهم في شفاء آلاف الأطفال المرضى بالسرطان، وهتساعدنا نكمل البحث العلمي الحقيقي اللي هيوصلنا لنسب الشفاء العالمية بإذن الله. عاوزين نكمل حلمنا ونتوسع أكتر وأكتر عشان ما نقولش لأي طفل مريض ملكش مكان. ابعت رسالة على الرقم 57 357. المسألة مش في ال5 جنيه، المسألة الرسالة دي هتفيد قد إيه. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. انتوا دلوقتي بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة. استاد كورة اف ام. 2-0 نادي سموحة في الشوط الأول. هدفين جمال بصراحة النادي سموحة في الشوط الأول. هدف عن طريق أحمد حسن مكي اللي رقص إسلام جمال وحطها ما بين رجلين جنش، كان الهدف الأول. وبعدين الهدف الثاني كرة سقطة على قوس ال 18 خدها أحمد نبيل مانجا مباشرة قبل ما تنزل على الأرض، فولي كده برجله قوية على يمين جنش. 2-0 لسموحة على الزمالك في الشوط الأول، وضربة جزاء ضائعة لمصطفى فتحي، والنتيجه كانت ساعتها 1-0. يعني مصطفى ضيع ضربه جزاء، كان ممكن ضربه الجزاء دي تخلي الزمالك يتعادل، النتيجه كانت 1، ولكن بعد ما ضاعت ضربه الجزاء قدر احمد نبيل مانجا يحرز الهدف الثاني ويتقدم نادي سموحه على الزمالك في الشوط الاول 2-0. كابتن سامي وكابتن شادي، يعني رايكم ايه في الشوط الاول؟ 2-0 نادي سموحه، اعتقد نتيجه ثقيله لسموحه في الشوط الاول. طبعا نتيجه ثقيله. يمكن هو بدا سموحه بالهدف اللي جابه، يمكن كان تمريره من تمساح حطها المكي، عمل نفسه هيسدد باليمين، طار اسلام جمال راح لامم من جوه باليمين وراح ضرب الشمال من تحت جنش. لكن كان في قبلها برضو في تسديده المكي فوق العارضه، في تسديده لمساح وصدها. سموحه الافضل، يعني كان افضل فترات كبيره جدا من اللقاء. يمكن نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا، كل الكره اللي بتطلع من ال 18 او العرضيه بتطلعها المدافعين بتنزل على خط ال 18، ما فيش اي حد من نادي الزمالك، كلها بتنزل. نزلت واحده لتمساح، نزلت واحده لمكي، والاخيره اللي هي جت من الهدف اللي هي حطها بوش رجله مانجا قويه جدا، ما شافهاش جنش طبعا طار ولا مسها، لكن كانت قويه جدا ودخلت المرمى. اصعب حاجه ان يجي فيك هدف في الدقيقه 49 48 يعتبر 49 بعد ما كانت النتيجه 1-0 ودخل مصطفى فتحي في الدقيقه 35 اضاع ضربه الجزاء، قلبت الجيم تاني. طبعا بعد ما كانت النتيجه تبقى 1-1 والزمالك كانت هيعلى معنوياته ويخش الجيم، دخل في الزمالك الهدف الثاني اللي هو يقتل طموح اي حد. 1-0 غير 2-0. 1-0 لو كان انتهى بها الشوط الاول كان الزمالك لسه عنده الشوط الثاني يقدر يشتغل عليه، لكن 2-0 ممكن النتيجه بالنسبه لي ممكن تزيد. انا بالنسبه لي اللي انا شايفه ان هي تنتهي مع الفوقان بتاع سموحه، مع وقفانهم على رجليهم كويس قوي، مع الضغط اللي بيضغطوه. الخوف كله على نادي الزمالك ان النتيجه تزيد اكتر من كده، لان في لعيبه كتيره جدا خارج الفورمه، ما بيشتغلوش ككتله واحده، ما بيشتغلوش كشكل جماعي، ما شفناش شكل هجومي لنادي الزمالك. حتى الارتداد ضعيف جدا من مصطفى فتحي وايمن حفني وستانلي نص الملعب. معروف يوسف عامل فجوه كبيره جدا في نص الملعب، لازم يطلع. معروف لازم يطلع، تطلع معروف وتدخل احمد توفيق نص ملعب وتحط اسامه ابراهيم الاول، تنزل دونجا وتحط احمد توفيق. النهارده ان معروف وطارق يلعبوا تاخد منك نص الملعب، واحمد توفيق موجود وبيلعب باك رايت. لا ودونجا احمد توفيق باك ودونجا ما موجود في نص الملعب، وحط دونجا وتخلي اسامه ابراهيم زي ما هو. ما انا قلته لك من اول الماتش في اثنين، ادخل توفيق واخلي اسامه ابراهيم، او اخلي توفيق وادخل دونجا، لكن ما تاخدش من نص الملعب. هو النهارده مقفل نص الملعب واخد نص الملعب. مين الارتداد هو مؤمن سموحه عشان الزمالك ما فيش الارتداد. واحنا قلنا دي قبل الماتش قبل المباراه انت فاضيه، بيلعب باحمد نبيل مانجا ومعروف سايب نص الملعب ومزيد سايب طارق حامد، فنص الملعب مع الخمسه كمان بتوع سموحه اللي هم اثنين نص ديفندر صراح والثلاثه بيرتدوا تبقى 4-5-1، فمقفل نص الملعب مش قادر تخترق فرقه سموحه. فالنهارده الافضليه سموحه كملعب، ضغط واستحواذ والهدفين النجوم. الخوف انا بقول لك ان الشوط الثاني يبقى النتيجه اكتر من كده. كابتن شادي شايف يعني الشوط الاول كابتن سامي الشيشيني بيقول سموحه الافضل، بيستحوذ، مسيطر على نص الملعب، الاخطر على مرمى جنش. الزمالك لا حول ولا قوه ليه في الشوط الاول على فترات. سموحه يستحق الشوط الاولاني الفوز بهدفين، واسباب الهدفين او اسباب التفوق لمعظم اوقات الشوط الاول لسموحه بسبب حاجه واحده، كرة القدم فيها واجبات دفاعيه وواجبات هجوميه. متاخد من نادي الزمالك وسط الملعب من اول دقيقه، من الدقيقه 1 لغايه الدقيقه 48 اللي سفر فيها الحاجه، حتى بالوقت بدل الضايع. بمعنى انا النهارده بيروح مصطفى فتحي وبيروح استالي وبيروح حسام باول، لعبه سموحه بتعمل ايه؟
لعيبه سموحه بتروح تهاجم وترجع ترتد بمنتهى السرعه، بتعمل واجباتها الهجوميه وترجع بمنتهى السرعه. نادي الزمالك عنده 3 أو 4 لعيبه ما بيرتدش مع بقيه زمايله سواء طارق حامد او معروف يوسف، فبالتالي بقى في مشكله في وسط الملعب. دي واحده. 2 دايما انت الفرق وانت بتقابل فريق لازم تبقى مذاكره. الواضح ان الكابتن محمد حلمي مش مذاكر فرقه سموحه كويس، بمعنى انا شفت من البدايه التشكيله والعناصر المتميزه في احمد تمساح. احمد تمساح كابتن محمد حلمي الله يكون في عونه بصراحه، مضغوط وعارف اللي هو هيمشي، فهو فاقد السيطره في التفكير حتى، يعني وضع صعب الكابتن محمد حلمي. عشان يعني اشيل من عني الحرج اللي انا اتكلم في تفاصيل، انا بقول لك وانا اللي بقول، لكن انا هقول حاجه فنيه. اللي انا شفته تمساح النهارده ورقه في وسط، بيعمل كل حاجه الشوط الاولاني. هو نجم الشوط الاول. تمساح بيعمل كل حاجه كريم، اختراقات من الاطراف، بيشوف المساحه، الكابتن مديله حريه الحركه سواء من القلب، لقى القلب فيه عدد كتير، راح جاي ابتدى يوقف ايمن اشرف ويوقف مانجا ويوقف كمان محمود عبد العزيز وينطلق ناحيه الشمال في الحاله الهجوميه لما بيعملها الباك رايت لنادي الزمالك النهارده احمد توفيق. في مشاكل بالدفاعيه. خلينا اكلمك عن حتى ضربه الجزاء اللي جت نادي الزمالك. انت ضربه الجزاء بترجعك للمباراه، ضربه جزاء صحيحه 100%. ضيعها رجع ده الهدف الثاني بعدها، يعني من اللي انت ترجع المباراه تتعادل وتخش الماتش، الماتش بقى صعب، 2-0 صعب. عايز اتكلم سريعا عن الهدفين. الهدف الاول دايما حتى ما كنا بنتناقش انا وكابتن سامي في الكواليس، بالناشئين بتتعلم ما تعملش تاكلينج جوه ال 18 تحت اي ظرف، ما تديش ظهرك لاي حد بيشوط، عينيك على الكوره، هو هيجي لك، هو انت طول ما عينك هي كوره واحده اللي هتتحرك. فانت اسلام باع نفسه بلغه الكوره، اسلام جمال باع نفسه، فجنش ما قداموش حل غير اللي هو يطلع عليه، كان سدد على طول عشان هي على شمال. الجون الثاني بالنسبه لي، انا بتكلم على نادي الزمالك، نادي كبير، كوره ملعوبه بالعرض. لما تخرج بالهيد خارج ال 18 في حاجه اسمها واحد بيحمي السكند بول الكوره الثانيه اللي نازله، ما كانش في حد. انت متخيل الكوره لما تتلعب بالعرض، الكوره متلعب بالعرض، انا مدافع بطلع الكوره، لازم واحد في غرفه الملابس وانت بتشرح الخطه في واحد موجود على ياخد السكند 3 مرات ورا بعض. طيب هكمل كلامي على مباراه الزمالك وسموحه وتقدم نادي سموحه في الشوط الاول 2-0، لكن خلينا نروح للكابتن مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الزمالك مواليد 99. النهارده كان في لقاء القمه بين الاهلي والزمالك في السويس في دوري مواليد 99، وقدر الزمالك يكسب 4-2 بقياده الكابتن مدحت عبد الهادي. المباراه كانت في السويس والفريق دلوقتي راجع في الاتوبيس فريق نادي الزمالك، فخلينا نبارك للكابتن مدحت ان اعتقد الزمالك بيقرب كده من البطوله او الفوز ببطوله دوري مواليد 99 في كره القدم. كابتن مدحت يعني مش عارف اقول لك مبروك الفوز النهارده على الاهلي ولا اقول لك يعني الزمالك خسران 2-0، الفريق كبير والموقف صعب جدا. كابتن كريم كل التحياتي ليك طبعا يا كابتن كريم وشادي وكابتن سامي الشيشيني طبعا. الله يخليك يا كابتن شادي، يعني انا متابع برضه. شادي قال كلمه كويسه، نادي الزمالك نادي كبير وان شاء الله الشوط الثاني يختلف باذن الله، الشكل يختلف. ضربه الجزاء لو جت بتاعت مصطفى مجرى المباراه يرجع تاني، بس انا يعني الظروف اللي انت شفتها الفتره اللي فاتت بتاعت عدم ان احنا نلعب في الدوري وجمعيه عموميه، ده متهيألي كانت مؤثره سلبيه شويه على اللعيبه والجهاز الفني. تغيير جهاز فني برضه دي برضه فيها شويه. كريم السام طبعا وسامي عارف الكلام ده، وشادي اللي بتبقى برضه المسؤوليه، او انا عارف انا بلعب وماشي، الحاجات دي بتبقى مختلفه شويه، مديه سلبيه شويه. لا انا شايف كده ان شاء الله الشوط الثاني يبقى فيه تسديد باذن الله. مبروك النهارده طبعا. الله يبارك فيك. بالنسبه لمباراه النهارده الحمد لله، يعني انت عارف مباراه القمه الزمالك والاهلي دايما بتبقى فيها شده. انا اللي كان عاجبني النهارده ان ما كانش في شد في الفرقتين. فرقتين لسه طالعين من المعسكر، يعني معظم اللعيبه من الزمالك واهلي كانوا في معسكر منتخب مع الكابتن حماد الصدقي، لسه خارجين من المعسكر بقالهم حوالي 4-5 ايام. يعني في ود الكابتن محمد سعد طبعا كابتني وتدريب وكابتني في النادي الاهلي، راجل كبير محترم، شخصيه محترم، مدرب على ابوه. كل يعني بقول له هارد لك النهارده، هو الجهاز الفني قدم مباراه قويه، بس انا الحمد لله بفضل الله ونعمته عليا ان انا قدرت استغل اللي حصل في الدور الاولاني، رغم ان انا كنت كسبان في الدور الاولاني والنادي الاهلي تعادل معايا. استغليت النهارده نفس الشغل بتاعي، بس التوفيق من ربنا النهارده ان الايجابيه كانت موجوده على الجون اكتر عن الماتش الاولاني. ما كانش فيه شانس، ما كانش فيه حظ الدور الاولاني. النهارده كان الحظ معايا بزياده في الشغل بتاعي، تنفيذ الشغل
بشغل اللعيبه بمفاتيح اللعب النادي الاهلي. انا قدرت الحمد لله بنسبه 70-80% اللي انا وقفت النهارده واشتغلت عليها، ده الحمد لله يعني نفذناها بطريقه كويسه طبعا. وانا بالاخص انا معايا جهاز فني ومعايا مشرفين، اذا كان رئيس القطاع الكابتن احمد عبد الحليم والكابتن حسن بن المشرف ومحمود محمود ومجدي محمود ورضا. يعني انا شايف ان المسانده للفرقه دي بالاخص كريم قويه كبيره جدا من نادي الزمالك، بالاخص ان في حوالي 6 ولا 7 في المنتخب مع الكابتن حماده. وانا شايف ان الفرقه دي قلت لك قبل كده يا كريم ان فيهم حوالي 4-5 لازم ان شاء الله يكونوا في فتره الاعداد السنه الجديده مع الفريق الاول. مبروك كابتن مدحت النهارده فوز الزمالك على الاهلي في دوري مواليد 99، النتيجه كانت 4-2. كده انتوا ناقص لكم قد ايه على الدوري؟ يعني كده فاضل 3 اسابيع ان شاء الله. الترتيب ايه؟ لا انا الاول الحمد لله بفرقي، يعني انا فارق عن النادي الاهلي دلوقتي 9 بونت الحمد لله. وربنا يسهل في البدايه ان شاء الله، لان الاهلي اللي بينافسك ولا في فرق؟ لا انبي اللي في ظهري ده فرقي 4 أو 5 بونت برضه. الحمد لله ماشي بخطه كويسه يعني الزمالك بيقترب الدوري، لو انت كسبت الماتشين الجايين تكسب دوري ال 99 ان شاء الله. مبروك وسلم لي على الكابتن احمد عبد الحليم والفرقه وكابتن محمود وكل الطاقم الاداري. مبروك للزمالك، هارد لك للاهلي في دوري الشباب النهارده مواليد 99. بنشكر الكابتن مدحت عبد الهادي. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن سامي شيشيني والكابتن شادي محمد على مباراة الزمالك وسموحة اللي انتهى شوطها الأول بتقدم نادي سموحة 2-0 بهدفين لأحمد حسن مكي وأحمد نبيل منجا. أحلى حكاية بدأت من سنين، احنا نجحنا علمنا ملايين، احنا الماضي والحاضر وبكرة، احنا جهد وعزيمة وفكرة بجودة مفيش تغيير، دي عبورلاند. استاد كرة FM على 108. استاد كرة FM ما تجيبش محطة تانية. استاد كرة FM ثانية. استاد كرة FM. استاد كرة FM. طيب نرجع تاني مع بعض. الزمالك في ورطة، الزمالك مزنوق مغلوب 2-0 من سموحة في الشوط الأول. الزمالك يعمل ايه يا كابتن سامي عشان يرجع للماتش تاني؟ طلع معروف نمرة 1. ايوه. ونمرة 2 طلع مصطفى فتحي. الاثنين اول تغييرتين يطلعوا ومين ينزل مكانهم انزل احمد رفعت مكان مصطفى فتحي، ونزل اسامه ابراهيم مكان معروف. وممكن مع الوقت لو باول ما كملش ننزل مكانه باسم مرسي. يعني دول الثلاث تغييرات بالنسبه لنا، لان انا شايف ان في مشكله في نص الملعب. نص الملعب لازم اقفل باثنين. هتنزل حامد ما انا بقول لك طارق حامد ينزل معاه جنبه ودونجا، وخلي احمد توفيق او نزل احمد توفيق نص ملعب جنب طارق حامد، وحط مكانه اسامه ابراهيم ناحيه اليمين. طيب وحط احمد رفعت مكان مصطفى فتحي. سموحه هيعمل ايه في الشوط الثاني؟ كسبان 2-0 وعايز يحافظ على الفوز وممكن يزود اهداف ولا ايه اللي هيحصل؟ انا لو كابتن مؤمن زكريا العب بنفس السيستم اللي بلعب بيه، ما غيرش حاجه. لو رحت غيرت ولا رجعت تلتين ملعب ولا رجعت ادافع، انا بقول لك المباراه ممكن تخرج تعادل. طيب خلينا نروح لملعب المباراه مع زميلنا ابراهيم امام ومحمد الراعي معلقنا المميز، ونتابع معاهم احداث الشوط الثاني. لقاء سموحه والزمالك 2-0 لصالح سموحه في الشوط الاول. 57 قدرت مرة تاني تجذب نظر مؤسسات صناعة الطب في العالم إلى إنه في مصر حاجة تلفت النظر، في هنا حاجة بتشتغل وتقول إن إحنا عندنا رؤية وعندنا هدف وعندنا تنفيذ، وقادرين إن إحنا نتحول من تقديم خدمة استهلاكية لعلاج سرطان الأطفال إلى صناعة بحث علمي يستكشف الأمراض المستعصية والجزئيات المستعصية في سرطان الأطفال. والله العظيم ما هنعمل حاجة في حياتنا إلا إذا كان عندنا بحث علمي قوي. نصيحة للوطن، لكل إنسان مخلص يريد أن يرى نموذج مصري رفيع يعيد تقديم إرادة وعقلية الإنسان المصري في صناعة نجاح، هنا المكان ده. أسامة الأزهري، المشرف على مكتب رسالة الأزهر وعضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر الشريف. اتبرع على حساب 57-357 بجميع البنوك المصرية. للاستفسار اتصل ب 19 057.